لو باب اتقفل في وشك افتكر إن في التخلي تجلي. لو نفسك في حاجة من كل قلبك وخبطت على بابها أكتر من مرة وفي كل مرة كان بيتقفل الباب في وشك قفلة شديدة قوي بطريقة غريبة جدا لدرجة تخليك تستغرب، لكن اللي انت مش واخد بالك منه ان في رسالة ربنا حابب يوصلها لك، ان الباب ده مش ليك او عاوزك تغير الاتجاه او في حاجة اعظم مستنياك. وقصة سيدنا موسى خير دليل. لما فرعون أمر بذبح كل الأطفال الذكور من بني إسرائيل، الأم خافت على طفلها الرضيع، فربنا قال لها فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. معقولة يا رب؟ طب إزاي؟ متخيل إن في ترمي ابنها في البحر وكمان رضيع؟ لكن لما سلمت حصل التجلي. تخلي مش سهل، وخطوات فك التعلق مؤلمة جدا. ده جهاد مع النفس أقوى أنواع الجهاد. حتى القرآن وصفها وقال أصبح فؤاد موسى فارغا، يعني قلبها بيتقطع من الفقد والخوف. بس لما قرت الرسالة صح وتوكلت على الله، ربنا نزل على قلبها جند من جنوده، وهي الطمأنينة والسكينة. لولا أن ربطنا على قلبها. وبعد تمام التسليم والتفويض لإرادة ومراد الله عز وجل قال لها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. ومش بس كده، وجعلوه من المرسلين. بس لسه الابتلاء الأعظم مجاش. الطفل اللي رميته في البحر وقع في إيد مين؟ في إيد فرعون، اللي هي أصلا رمياه في البحر هربا وخوفا منه، لكن ده التدبير الرباني. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فعز خوفك ويأسك وإحباطك ربنا بيرتب لك المعجزات. ورغم إنها توكلت على الله إلا إن ده ما منعهاش من السعي، فقالت لأختي قصي، يعني تتبعيه شوفي رايح فين. فكانت النتيجة اللحظة المنتظرة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. أوقات كتير بنتعلق بأحلام، بأشخاص، بفرص، ولما بابهم يتقفل في وشنا بننكسر وبنحزن، وكأن الدنيا قفلت أبوابها كلها في وشنا، مع إن القفلة دي ممكن تكون الرحمة والفتح العظيم. لولا إن سيدنا موسى اترمى في البحر كان هيتذبح زي باقي أطفال بني إسرائيل، ولولا إنه وقع في إيد فرعون ما كانش هيبقى من المرسلين. فرميته في البحر دي هي اللي خلته يتربى في قصر فرعون ويكون سبب هلاك فرعون ونجاة شعبه كله بني إسرائيل. الدرس مفيش قفلة من غير حكمة، مفيش وجع اللي ورا نور. ولو باب اتقفل في وشك افهم الرسالة، يمكن الباب ده مش ليك أو باب أعظم مستنيك. الحكاية بس محتاجة لحظة تفكر.